أنا اسمي سامي، درست بالمعهد الأعلى للدراسات التكنولوجية بيرادس في اختصاص الهندسة الكهربائية وتخرجت 2005 معناها. طيب، كيف ولدت فكرة مشروع الاتصال لديك؟ فكرة مشروع الاتصال هي من خلال تجارب سابقة ومن خلال تكوين ذاتي قمت به معناها في السابق، ومن خلال اطلاعات ومراجع قريتها. معناها كانت عندي الفكرة كوني باش نحل مشروع في اختصاص تقنيات الاتصال والتواصل. إذا فهي هواية قديمة في الحقيقة، قديمة جديدة. تنجم تقول هواية قديمة معناها بالضبط، من خلال تجارب قديمة معناها قمت بها. فبعد التخرج أقمت بعد معناها انطلاقة المشروع كانت بمحضنة مؤسسات بيرادس، وذلك في 2007 معناها في 2007 معناها الوقت هذاك إلى 2009 مع حدود 2009 معناها. طيب، وبعد مغادرتك محضنة مؤسسات بيرادس كما قلت، تعرضت إلى صعوبات؟ بل بالعكس ثم بوب لنا هذه الصعوبات. بل بالعكس أنا في محضنة المؤسسات في بيرادس ومنعرض إلى صعوبات معناها، واختار الانطلاقه نتاعي معناها كانت معناها حتى قدامي معناها صعوبات كبيره وبيروقراطيه قاتله نلقاها في الادارات وفي الادارات اونتر بارونتيز. احنا عندنا اسطبلات في الواقع لان الاداره مفهوم راقي. بين لنا بعض الادارات. بعض الادارات عندك البلديات، عندك معناها وزاره التجهيز، وزاره التجهيز بعد الثوره راح نحكي عليها. عندك ولايات، عندك وزارات، بلديات على راسهم بلديه تونس، وزاره النقل، نوعيه المشاكل، حتى المخلوع بعث قد اكثر من مكتوب ما رجعوليش معناها. نوعيه المشاكل، نوعيه المشاكل المماطله، التاخير، غياب الشفافيه، تعقيدات معناها اداريه في الوثائق بالضبط. طيب، هذا ما قبل الثوره او في بدايه الثوره. ما بعد الثوره ماذا جرى في ما يتعلق بنسق التحرك الشغلي لديك؟ لما معناها بعد الثورة قدمت معناها بملف ضخم وكبير إلى وزارة التجهيز باش نستلم المشروع معناها المشروع هذايا، وطلبت من وزارة التشغيل بتشجعني وتعاوني ومديت لها كل الوثائق والصعوبات اللي تعرضت لها سابقا. إلا هذه نفس الحكاية، ما جاوبونيش وما حبوش يقابلوني معناها. قبلت بالرفض، ما جابونيش، ما حبوش لا يجابوني لا يقابلوني، وحتى كتبت معناها بعض المقالات في صحف كالوداس وتونس يبدو وانا حكيت على طرحت اشكاليتي. الا هاني نفس الحكايه ما لقيتش معناها حتى معناها رد وحتى جواب معناها. واعددت قلت مشروع معناها ملف ضخم. مش ملف ضخم طبعا، ملف ضخم مسحوب معناها بدراسه. كم من وثيقه قدمت؟ ما يعادل 500 غرام من الوثيقه، وعندي حتى التوصيل تاع البوسطه معناها مضمون الوصول وكل شيء موجود معناها. وما الذي افاد الكاس؟ قبل ما يفضل الكأس معناها سكرت المشروع، نلقى روحي فتحت عليه البطاله وعرضت فكرتي على شخص اخر تبنى فكره المشروع، وحط معناها وفر لي معناها قال لي تبنى فكره المشروع، وحاليا المؤسسه موله هو المول تاع المشروع، وقال لي تو نشوفوا كيفاش معناها ان شاء الله نقوموا بارسال المشروع في ظروف جيده وظروف معناها جيده. الا اني كيف معناها لقيت روحي انا وياه نفتح نفس الاشكاليه، بل وزدنا معناها اغلقنا المشروع بصفه نهائيه معناها 2013 معناها، وتجربه كانت 2011 2013 انطلقت. اذا نعود، قلت لنا قبل قليل بانك انقطعت عن العمل مع شريك، من جديد وجدت نفس انك تتخبط في البطاقة، ولكنك كما حكيت لنا عددت ملفا ضخما لتطوير المشروع، خصوصا وأنه يقدم خدمات راقية في الاتصال، بل قل في التصنيع الاتصالي industrialisation de la communication بالبلاد، وينهض بالاقتصاد الوطني وخلق مواطن الشغل جديدة، خصوصا وأن مسلسل الحكومات المتتالية ركزت كثيرا على حقل الشغل إعلاميا وماديا. تفضل. بعد ما أغلقنا معناها المشروع معناها حتى مسلسل الحكومات المتتالية هذا اللي قلت معناها، بل بالعكس هما هذه معون الصنعة نتاعهم، يلزمهم يحكيوا قدام العالم على التنمية والتشغيل، وهي في الواقع على فما لا التنمية ولا تشغيل. هما الاندستري نتاع الشوماج يصنعوا فيه ويصدروا فيه للعالم، هما كل امبوركاسيون دلامور تصير
في لامبادوزا وفي اي بلاد في العالم هذيك تتعود عليهم بالفائده باش يقولوا انا باش نخدموا العباد، جيبوا لنا الفلوس، خذوا من صندوق النقد الدولي، طيب جيبوا كذا. وضح لنا معناها الصعوبات بالضبط في مشيت معناها قدمت مطالب قدمت معناها طورت اكثر من خدماتي وطاقتي كلها طورتها اكثر، وقدمت في الحصول على براءات اختراع ما يعادل 10 براءات اختراع، 3 منهم قدمتها لليون اوروبي، الا اني لقيت مع نفس الاداره هذه المؤسسه الوطنيه معناها المعهد الوطني للمواصفات والملكيه الصناعيه ما يسمى باليون اوروبي، لقيت معها نفس التعقيدات. نقدم لك انا باش ناخذ براءات اختراع، بعد 7 شهور يجاوبوك يقول لك عاود الملف، انت من الاول انت قبل ما تاخذ الملف معناها تشوف شنو هي الحاجات الايجابيه السلبيات والنقص والمؤسسات والمتداول به في العالم. يلزم فما معناها ان كونسيي في البروبريتي اندستريال ياثر الباحثين والمخترعين، معناها ياثر المخترعين قبل معناها ويحيط به باش يعمل معناها لا ريداكسيون دو سون معناها بروفي، لان بروفي حاجه تري كومبليكي ومعقده ياسر شفتها في العالم في امريكا في كندا في فرنسا في كل معناها حتى الانتصاب في سوق الشغل يعاونك حتى الانتصاب في السوق طبعا عنده علاقه بالصناعه بالدوله وبوزاره البحث العلمي بالضبط وبمحاضر المؤسسات بالضبط معناها. اذا فالمشكل معناها المشكل في الانتصاب والرقص معناها موجود. شنو السر؟ السر اخوي الميدان هذا ما يحبش حتى حد يدخل فيه، لان المافيا والعصابات هذه مازالت متخبيه في الدوله والسيستم لم يسقط، مازال موجود نفس معناها منظومه العمل قاعده هذيك متواصله، معناها هذه معناها بالحق معناها حتى بعد الثوره موجوده الناس حتى بعد الثوره نفس السيستم قاعد متواصل. ماناش خلينا 60 سنه بالله يحكيوا على التنميه نوصلوا لقطاع كيما هكا، ترونيكم بعد بتصور معناها حاجات معناها بصراحه معناها تتعدى حتى على المحاكم الانسانيه الدوليه، معناها مش حاجه تلعب فديك. طيب سامي بعد ذلك ستبين لنا بالوثائق ما كنت بصدد الاشاره اليه. هذا الجدول الأول يتناول التواصل المباشر والوسائل البدائية الميتة التي تعتمدها شركات الاتصال داخل الأوساط الجماعية التي تتميز بكثافة المارة كما ستوضحه الصور. كما تشاهدون هذه الوسائل هذه الليطونت كلاسيك لا تخضع لأي مقياس جمالي، وهذه معناها بدائية. لاحظوا في واجهة هذه الخيمة شعار الشركة في وضع صحيح، بينما لاحظوا هنا هذا الشعار معناها في وضع متجه إلى الأسفل، وهو يعكس فلسفة الشركة المستقبل ينادينا. وهذا المشهد نفس المشهد يتكرر في أماكن. لاحظوا هنا هذه اللافتة كيف هي متجهة إلى الأسفل. وهذا المشهد أيضا يتكرر في نفس المشهد يتكرر، معناها غياب التفاعل، لا توجد أي تفاعلية من هذا النوع من الاستقبال لا يحقق أي تفاعلية. لا يخضع بالضبط معناها لا يحقق أي تفاعلية، معناها لا يحقق أهداف التواصل المباشر. وهذا المشهد أيضا يتكرر كما تشاهدون أيضا في هذه الصورة. نقف على هذه الصورة. من خلال الأماكن المعدة للتواصل تكشف لنا خلفية هذه الشركة التي تعنى بالاتصال، وهذا يدل على معناها هبوط الذوق الفني ومدى الاستهانة بالمتلقي واحتقاره. هذه العلامات معناها التي لا تخضع إلى أي معناها قياس جمالية، وهذه الركائز معناها الرديئة. لاحظوا هنا أن شعار هذه الشركة معناها والتي تعتمد على مولدات تحدث معناها ما يسمى بالتلوث السمعي، البوليسيون سونور، وما له من أضرار معناها جسيمة على الصحة النفسية والجسدية. لاحظوا أيضا نفس المشهد يتكرر في أماكن أخرى. وسأترككم مع لقطات هذا الفيديو.
هذا الفيديو خير دليل على فداحتي معناها وهذا التلوث السمعي داخل الأماكن الجماعية. إليكم جدول بياني يتناول اللافتات الإعلانية وأماكن انتشارها والتي أثرت سلبا على البيئة وعلى الإنسان. ننتقل إلى الصور كما تشاهدون. لاحظوا هذا معناها هذه اللافتة احتلت أسطح المباني وأفسدت منظر الشارع بصفة عامة. لاحظوا داخل هذه الأماكن العمومية معناها لافتة بهذا الحجم وهي معناها لا تتناسب مع طبيعة المكان. لاحظوا هنا معناها تلويث منظر الشارع بصفة عامة بهذه الغابة اللامتناهية من هذه اللافتات، وغابة لأنها لا تخضع إلى مقياس عقلي. نفس المشهد يتكرر. لاحظوا معناها تغول بارونات اللافتات الإعلانية ومدى معناها إفساد المناظر الطبيعية وطمس ومعناها البيئة العمرانية. نفس المشهد يتكرر. لاحظوا كثافة هذه اللافتات معناها في مكان ضيق ومتواجدة في حقل النظر التي ترهق العينين وتضعف الذاكرة. نفس المشهد يتكرر. لاحظوا معناها تخريب الممر المترجلين وهذا الإفساد الذي يلوث معناها المتواجد معناها يلوث العينين. هذه اللافتة معناها خطيرة وخارجة عن الرصيف معناها وتشكل خطر معناها وليس في موضعها الصحيح. كما تشاهدون معناها خروج عن الرصيف تسبب في حوادث وتسبب في معناها في أشياء خطيرة. لاحظوا هنا معناها الطمس والمناظر الطبيعية بهذه اللافتة معناها والتخريب معناها الممر الراجلي بالضبط. هذه صورة أيضا معناها كيفاش معناها اقتحام واحتلال هذه اللافتات للممر المترجلين. تو من هنا لا يزي مترو ولا معناها للسيارات معناها في خطر معناها هذه تشكل خطر خطر معناها سلامة المار معناها صورة خطيرة جدا معناها هذه. نفس المشهد يتكرر. لاحظوا معناها حجم هذا التغول لهذه معناها لبارونات هذه اللافتات ومدى اقتحامهم واحتلالهم كثافة التواجد. لاحظوا معناها تنفر لانفينية هيك معناها هذا التواجد معناها خطير جدا معناها لهذه اللافتات. هذه معناها لافتة معناها فيها شيئين اثنين. الأول معناها هي تفسد معناها المنظر الطبيعي للشارع وهي معناها شعار الشركة في هذا الحجم معناها في اتجاه إلى الأسفل. وأنا معناها أول مرة نشوف معناها بانو دافيشاج مقلوب. هذه أيضا صورة خطيرة وخطيرة جدا. معناها هذه اللافتة معناها احتلت أماكن معناها مكان السيارات معناها بجانب معناها مغازة كبرى بهذا الحجم وما تسببه أيضا من خطر على سلامة المواطنين. هذه أيضا صورة خطيرة جدا كما قلنا معناها تطمس كل المناظر الطبيعية وتفسدها داخل الغابة. هي اوبستاكل فيزويال معناها يجي في الشون دي فيزيون معناها ترى كم معناها هذا المنظر الحديدي معناها تشوف معناها تخفي كل ما هو معناها المنظر الطبيعي وتفسده. هنا نفس المشهد يتكرر. لاحظوا نفس المشهد. فوضى هذه الفوضى معناها الفوضى هذا الإفساد وغياب معناها
لاحظوا تغطية. اي هي غابه لابد ان تشويه منظر الشارع وتشويه المدن وتلويثها معناها معناها تغول هذه البارونات معناها بهذه اللافتات المتناقضه والمتضاربه. لاحظوا معناها هذه اللافتات معناها اماكن تواجدها معناها افسادها للمناظر الطبيعيه وجماليه الطبيعه. تلويث معناها هذه صورة خطيرة جدا لأنها معناها قامت بمسح معناها الأشجار وزراعة أماكن معناها لافتات معناها ومعناها ليس معناها زراعة هذه اللافتات وليس معناها تناقضها في الشكل والمضمون وليس مكان. اي شوف الأشجار في وضع يزرعوا الأشجار لا يزرع لك لافتات معناها. والغابة لها حقوق على الإنسان. هم لا يعرفوا الحقوق لا حد شيء لأن هذه البارونات معناها مدى تغولهم في المؤسسات معناها الحقوق الرسمية ومدى استباحتهم للجغرافيا في إفساد وتلويث وتشويه وقلع الأشجار والعبث بكل شيء معناها. لاحظوا معناها هذا المكان لهذه اللافتة معناها هذا التخريب في حقل النظري أوبستاكل فيزيوال معناها يصير أوبستاكل فيزيوال كما تشاهدون حجم معناها هذه معناها اللافتات معناها يمكن انتشارها المقياس المنطقي. لا تخضع إلى مقياس منطقي أو جمالي أو أخلاقي. وهذه البارونات استباحت الجغرافيا في إفساد المدن وتشويهها. في هذه معناها اللافتة معناها نلاحظ معناها لا توجد قاسم مشترك في الحقل الدلالي لمحتوى اللافتتين. الأولى تتحدث عن الاتصال والثانية تتحدث عن المواد الغذائية. هذا معناها كما تشاهدون هذه البكتيريا معناها أصبحت اللافتة تتوالد. بكتيريا معناها تنشطر وتتوالد معناها كالبكتيريا معناها وتتوالد. معناها يتوالد وهذا أصبح له ابن وهذا وهكذا وهذا ولي. أقصد معناها تعبير مجازي معناها هي كالبكتيريا تنشطر وتتوالد وتتقاسم معناها مثل هذه تشاهدون معناها نفس المشهد يتكرر في أماكن أخرى. هذه اللافتة معناها تجاوزت الارتفاع معناها المسموح به وهي متنافرة مع ما حولها من معناها هذه اللافتة في الشكل والمضمون. نفس المشهد يتكرر معناها هذه البكتيريا غياب معناها منهج وهذا يدل على كما قلت منذ قليل معناها مدى استباحة معناها هذا معناها لافتة خطيرة جدا. معناها البارود الفشاش أصبح معناها أنديس للمواطن معناها برمي قذف القذرات والفضلات معناها تي في 5 معناها قناة كيف هكا معناها في مكان معناها غير موضوعي. كما تشاهدون هذه اللافتات هذه الغابة اللامتناهية. هذا معناها شعار الشركة يتنافر مع المكان المعناه موضعه معناها صغير يكبر في الخطن معناها في هذا اللافتة ولكن معناها يدل على شيء آخر وهو يسبح معناها في بركة من النفايات داخل مكان عمومي سوق. هذه اللافتة مكان عمومي سوق. هذه اللافتة بهذا الحجم تخريب وتلويث للبنية البصرية. وهذه كل الأمور تساهم في رفع الضغط النفسي على الإنسان وما لها من انعكاسات سلبية معناها على الجهاز العصبي والنفسي. لاحظوا معناها التخريب الممنهج للمكان العمومي وهي محطة مترو في وضع هذه اللافتات التي لا تخضع إلى أدنى مقياس معناها عقلي أو جمالي أو أخلاقي. اسمنت هذه الكتل الإسفلتية هذا تخريب معناها للذوق هذا وقتل واعتداء معناها على الإنسان هذه. أي معناها هذه اللافتات معناها كما قلنا من سبق وقلنا هي تخدش معناها عين كل إنسان على وجه الأرض. معناها هذه اللافتة لا تخضع معناها غياب الترتيب والتنظيم في هذه اللافتات وما تحدثه من فوضى بصرية. هذا التناقض في الشكل والمضمون. هذا لاحظوا كثافة هذه اللافتات المتواجدة داخل هذه المحطة والمتنافرة في الشكل والمضمون. لاحظوا معناها نفس المشهد أيضا كما تشاهدونه هي الدقة حتى في اختيار الألوان التي تلعب دورا هاما في الإدراك البصري. الليميتي معناها تناقض وتضارب معناها في الحقل الدلالي كما تحدثنا منذ قليل. تناقض وتضارب
مصب النفايات أصبحت تحولت معناها لافتة إلى مكان لمصب النفايات. إليميتي هي الزبلة إليميتي معناها لا تنتهي من نصف الليل لنصف النهار. الزبلة إليميتي معناها نفس المشهد يتكرر في أماكن أخرى. هذه صورة خطيرة جدا وهي معناها لحدث هام وسيجل معناها معروف هذا السيجل معناها لهذا الحدث وهو موجود داخل معناها مصب النفايات.